هذا اليوم هو يوم المدينة الباسلة بورسعيد. الأستاذ سمير العصفوري ثم الأستاذ عباس أحمد. الحقيقة إن هذه هي الشهادة الرابعة في مسيرة تقديم رموز المسرح المصري في 150 سنة مسرح. الأستاذ عباس أحمد هو أحد الرموز الكبيرة لمسرح الثقافة الجماهيرية، ولا يمكن يعني دور الأستاذ عباس أحمد في مسرح الثقافة الجماهيرية يعرفه الجميع. الحقيقة أن المهرجان القومي في هذه الدورة كان لابد أن يكرم الأستاذ عباس أحمد كأحد المخرجين المؤثرين، ليس فقط يعني أكيد في الحياة المسرحية بشكل عام، ولكن في الثقافة الجماهيرية. هذا القطاع اللي هو يعني لا يمكن إلا أن نسميه مصنع المواهب في مصر الحركة المسرحية. والأستاذ يوسف إسماعيل رئيس المهرجان واللجنة العليا كان في قرار أو إجماع على أنه لابد من تكريم رمز من رموز الثقافة الجماهيرية في المهرجان القومي للمسرح كل عام، ليس فقط هذه الدورة. يعني في هذه الدورة الأستاذ عباس أحمد، وفي الدورات القادمة آخرين من رموز الثقافة الجماهيرية اللي هم فعلا يعني أصل الحياة المسرحية بشكل كبير، وكان الأضواء على مخرجي العاصمة أو القطاعات الأخرى. الحقيقة يعني أنا سعيد إني موجودين اليوم مع الأستاذ عباس أحمد، ويمكن المفارقة إنه الأستاذ يوسف إسماعيل عمل مع المخرج الكبير عباس أحمد في بداية حياته الفنية كممثل، وأنا في بداية حياتي النقدية كانت أولى المتابعات أو اللجان اللي شاركت فيها عام يمكن 94 أو 95 في الثقافة الجماهيرية كانت مع الأستاذ عباس أحمد. الأستاذ يوسف والأستاذ عباس أحمد يمكن ده لقاء أجيال مختلف، واحنا حرصنا في البرنامج ان يكون الحوار بين جيلين مختلفين. اتفضل يا استاذ يوسف. شكرا استاذ جلال، صباح الخير. الحقيقه انا النهارده فرحتين زي ما بيقولوا بالبلد. الفرحه الاولى هي قرار تكريم الاستاذ عباس احمد. والاستاذ عباس احمد أيقونة من أيقونات المسرح، مش في الثقافة الجماهيرية فقط ولكن في الوسط المسرحي بشكل عام. الفرحة الثانية إن أنا بشكر الأستاذ جلال الشكر عليها إن أنا اللي بقدمه النهارده، وده شيء بالنسبة لنا فخر شديد إن أنا أبقى قاعد جنب قمة من قمم المسرح في مصر والعالم العربي، وهو الأستاذ عباس أحمد. من 40 سنة ذهبت إلى مسرح السامر وعينت كممثل في فرقة السامر المسرحية، ورأيت الأستاذ عباس أحمد وشاهدت هذا المخرج العظيم اللي كل الفنانين والممثلين بيتمنوا إن هم يشتغلوا تحت إيده، لأنه كان له سمات جذابة وجاذبة لكل الفنانين والممثلين تحديدا، وهو الالتزام الشديد، الاستنارة العظيمة، الفكر المتسع، طبيعة الموضوعات التي يقدمها هذا المخرج في عروضه، المغامرات الدائمة التي يقدم عليها عباس أحمد في اختيار الموضوعات. فأنا كنت من الناس اللي تمنوا إنهم يشتغلوا تحت إيد الأستاذ عباس أحمد، بس للأسف الحظ ما ساعدنيش إلى هذه اللحظة إن أنا أشتغل تحت إيده كمخرج، ولكني شاهدت أعماله، حضرت بروفاته مع زملاء
اللي ما يشتغلش مع عباس احمد لسه ما دخلش كارير التمثيل، لان عباس احمد كان له سمات خاصه في التعامل مع الممثلين، وله مدرسه انا اتطرق لتفاصيلها فيما بعد. له مدرسه في التعامل مع الممثل، وكان وقتها ما بنسمعش عن حاجه اسمها اعداد ممثل والحاجات دي. كان عباس احمد بقى هو صاحب الفكر المبكر في تعامله مع نظريات اعداد الممثل وطبيعه تلقي الممثل بالدور. فعنده مدرسه خاصه جدا جدا مبكره. احنا سمعنا عن اعداد الممثل والنظريات الحديثه في اعداد الممثل ده قريب، انما عباس احمد شغال على اعداد الممثل زمان من السبعينات، وهو شغال على فكره اعداد الممثل، او يمكن قبل السبعينات كمان. ده جانب. واضح ان بورسعيد والنشأة في المدينة العظيمة التي لها كل المفارقات، مدينة بورسعيد، المدينة الجاذبة، المدينة التي يتصارع عليها كل المعتدين. يعني تجد ان مدينة بورسعيد هي الحائط الأول في الدفاع عن هذا البلد، واي غازي بيجي، اي مستعمر، بتبقى بورسعيد هدف دائم. ومدن القناه تحديدا، بس بورسعيد لها خصوصيه وشعبها له خصوصيه. والبحر في بورسعيد وقناه السويس، واضح ان كل ده كان مؤثر وله يعني النصيب الاكبر في تكوين شخصيه عباس احمد. ويمكن العدوان على بورسعيد والمقاومه الشعبيه وكل ما تعرضت له هذه المدينه اثر في شخصيه عباس احمد في الالتزام والهدف والمشروع القومي الذي حمله بداخله. فاصبح الفن بالنسبه له ليس سبوبه وليس اكل عيش كما هو موجود في الاوساط الفنيه لدى يعني غالبيه الفنانين. لا، اصبح الفن بالنسبه لعباس احمد رساله، اصبح الفن بالنسبه له مشروع قومي، مشروع مهم وطني، دور هو حمل لواءه بداخله وقرر انه هذا اللواء لابد انه تبقى رسالته يوصلها لكل النجوع والقرى. عباس احمد فضل انه تبقى كل تجاربه الاخراجيه في الاقاليم وليس في المدينه. هو اخرج في المدينه ايضا، في القاهره، فرقه السالم وفرقه النموذجيه وفي مسرح الطليعه وفي مسرح الدوله، ولكن عشقه الاساسي وتاثيره الاكبر هو في مسرح الاقاليم، لان اعتقد ان ده جزء من حب عباس احمد للمسرح، هو مسرح الاقاليم، وانه يجد نفسه في ورسالته في وصولها لهذه الاقاليم النائيه. ده في حد ذاته شيء يعني سعيد وشيء محبب لدى عباس احمد. الجيل بتاع عباس احمد كمان لما نيجي نستعرض هذه الفتره الخصبه من المسرح، وقت ما انا رحت مسرح السامر، لما تلاقي ابو العلا السلموني، تلاقي يوسف الكندي، تلاقي عباس احمد، تلاقي حافظ احمد حافظ رحمه الله عليه، تلاقي فوزي، تلاقي فوزي شنوده، تلاقي يعني كثير جيل رواد حقيقيين. والحقيقه الاسماء اللي انا عرضتها دي كلهم تعاملوا مع المسرح كحب وعشق وليس كسبوبه واكل عيش. وده اللي بيفرق الناس والاجيال عن بعضها. ودي الرساله اللي انا باكد عليها للاجيال الحاليه، انه هذا الجيل وهو امتداد لجيل الرواد والاباء اللي احنا
الدورة دي تحتفل بيهم. هم دول امتداد جيل الآباء وجيل الرواد. عباس أحمد لا يقل عن عبد الله اليتيم، ولا يقل عن يعقوب صنوع، ولا يقل عن عثمان جلال، ولا يقل عن كل الرواد، ولا سلام حجازي، ولا سيد درويش، ولا كل الرواد. لأن عباس أحمد بالفعل مسيرته حافلة بالرسائل الدائمة التي يعني بتدي نموذج لينا على يعني ايه يبقى في رائد مسرحي، يعني يبقى في رائد فني، يعني يبقى في حامل لفكر كبير، وهذا الفكر حريص انه يوصله للناس بكل الطرق المشروعه بلا مقابل. المقابل هو الحب والعشق فقط، هي المتعه التي يجدها الفنان في عمله مع الفرق المختلفه التي يعمل معها. أنا بحيي الأستاذ عباس أحمد، يعني الحقيقة تحية عظيمة وكبيرة جدا جدا. أنا بفتخر إن أنا أعرف هذا الرائد، بفتخر إن أنا كرمته في المهرجان القومي للمسرح، بفتخر إن أنا اليوم بقدمه على منصة. وعباس أحمد له وصايا أحب إن أنا أقراها لكم وهو نشرها ومنشورة عنه، اسمها وصايا الراهب العشر. أول وصية: اقرأ كتابا ثم اشرحه لرفاقك تعم الفائدة. ثاني وصية: أسبح في معارف الإنسان بلا توقف، التعلم لا شاطئ له. ثالث وصية: دقة ناقوس البروفة أمر خارج عن كل حسابات حياتك. رابع وصية: ما يحدث في قاعة التدريب من أحاجم وابتكارات لا يغادرها بمشاهد. خامس وصية: حذاري أن تخرج إلى الجمهور بعد وضع مساحيق التمثيل المباركة. شفتوا الجملة عاملة ازاي؟ المكياج يعني بعد وضع مساحيق التمثيل المباركة. الوصية السادسة: الممثل لطيف بمن حوله، آخذ بناصية نفسه. سابع وصية: يمن شطر البحر، أحب السعيد يحبك المسرح. الوصية الثامنة: ارتقي السلم إلى قلوب معجبيك بحذر يشبه خجل الملبس. التاسعة: إن لم تحفظ دورك المسرحي قبل الحركة لن تأخذ الدور أبدا. الوصية الأخيرة: إن صادفك الموت وأنت آت إلى البروفة لا تصدقه وتعال إلى البروفة. هذا هو عباس أحمد الذي أقدمه لكم اليوم. تفضل يا أستاذ عباس، الميكروفون مع حضرتك مفتوح بلا أسئلة مسبقة. يعني احنا هنسيبك أنت الأول تسبح بينا كيفما تشاء عن تجربتك، وهيبقى في نقاشات بيني وبين حضرتك برضه لتوضيح بعض المحطات المهمة للناس. اتفضل. أشكر الأستاذ يوسف على هذا التقديم، وأشكرته قبل كده على هذا الدورة المتميزة. مش عشان أنا يعني قررت فيها، لأن هي تحمل بيت الآباء، يعني إن هو حريص على التواصل الأجيال مع بعضها. وطبعا كلام ده مسؤولية كبيرة والتكريم. أنا كنت بقول للأستاذ رنا يعني سجل معايا إن أنا تكريم ما هوش يعني نهاية المطاف، أو يعني لا، ده مسؤولية كبيرة إن الواحد يبدأ بيها. يعني التكريم دي ما لهاش بداية ولا نهاية، لكن لها هدف واحد: الاستمرار مهما كانت الظروف. واستطعت
من كلام الاستاذ يوسف، واحنا ابناء اقاليم يعني مغتربين كمان. انا بعتبر نفسي مهاجر، بس انا هاجرت من 40 سنه ولسه ما رجعتش بورسعيد يعني، فالهجره طالت قوي يعني. فكنت حاطط هدف وما زال، هو انه لا يمس المسرح شيء في حياتي، يعني لا مسمى عليه على الاطلاق، حتى بالاكل او بالطعام او باللبس او باي شيء. دي مساله يمكن البعض شكلها عندي، والدكتوره عايده موجوده هي من البلديات يعني، انه يعني البعض يخلق مننا شخصيه دون شخصيه يعني كتير، يعني فينا هذه الخاصيه دون شخص. فانا ممكن ايه ان المسرح وقفت في الشيء تاني، ودي ادتني بقى الجرأه. هذا الخط اللي انا حطيته من البدايه ما شغلنيش عن حاجات، والا كنت هبقى مشتت. يعني ابني الوحيد دخل الكونسرفتوار فعاوز بيانو، بعت العربيه وجبت له بيانو. بعد 3-4 سنين البيانو ما عجبوش لانه كان بيانو روسي، فعاوز بقى بيانو من اللي بيشوفهم الكبار. اللي حوشت له العربيه حطيته له وجبت البيانو الثاني الجديد، والثالث قلت له انت بقى هات البيانو الاخير لان انا ما عادش عندي حاجه وما عادش عندي عربيه بقى دلوقتي، مفيش مشكله يعني، ما عنديش مشكله في المساله دي كلها طالما ان انا قادر يعني ان انا اركب الاتوبيس او اركب الميكروباص. والتوك كتير، التوك ده كمان لذيذ جدا يعني في الركوب، يعني مغامره يعني يعيش تموت يعني، مفيش حد وصل يعني، مش مثلا تعمل حادثه، لا خلاص يعني انت رايح يعني. حقيقة هذا الخط هو خط تقريبا دون شوتي، خط صوفي، خط نجداني، لكن هو أفضل كتير، هو اشتغلت عليه. وكان أعمال مسرحية ممكن ان انا اعمل اضافات من عندي، يعني من نفسي، من حاجات البيت، الحاجات الاكسسوارات اللي بتبقى في البيت ومحتاجها العرض والحاجات من عرض الدوله، يعني عرض يكلف تكلفه رهيبه جدا. انما كان لازم ان انا المسرح هو الشيء الوحيد اللي بتنفسه بعيشه. براه زي القواقع عندنا الدفء زي ما بتقولوا او احنا بنقول البكالوريوس، اذا خرج بره يموت. يعني اذا خرجت بره المسرح بالنسبه لي اموت. المسرح يا اخراج يا تمثيل يا كتابه تاليف تحكيم تدريب ورش، كل الحاجات دي عملتها على امتداد العمر كله. يعني انا اخرجت 100 مسرحيه، ال100 الاولانيين يعني في لسه يعني حاجات عندهم كمان والفت 17 مسرحيه، في لسه منهم 2 3 ولسه الباقي متعثر. عملت روايه اسمها البرد عن بورسعيد وهي نشرت في هيئه الكتاب. عندي كتابين، كتاب اسمه مسرح حياتي عن تجربة المسرحية وده أنا نشرته على حسابي لسه حاليا الأسبوع ده، وفي كتاب اسمه الشخصية المصرية في المسرح، وده يعني أنا بعتقد إن ده الشيء أثر الكبير اللي أنا عملته في حياتي. يعني أنا ببحث يعني كل الناس اتكلمت عن الشخصية المصرية، وأنا قريت وحضراتكم قريتوا لما بتكلم الشخصية المصرية في المسرح، ازاي ان انا برصد حركة مصر من خلال المسرح، ظهور شخصيات في الواقع واختفاء شخصيات في الواقع. يعني بضرب مثل صغير، يعني شخصية كان زمان نقول ايه بربري مصر الوحيد اللي هو الاستاذ علي كسران، هو مصر عظيم، لكن مع يعني الثورة وعبد الناصر وافريقيا والسودان ومصر بلد واحد واصبح ما فيش فوارق،
فاصبح يعني البواب ده او الاسمر او الاسود بيختفي وما عادش يظهر خالص. يعني ده ظرف اجتماعي واقتصادي وسياسي ووطني هو اللي عمل هذه الشخصيه. شخصيه ثانيه انه كان بيتقال مثلا ايه الحمى عمى، يعني الحمى عمى، وكانت الحمى طبعا مشهوره جدا في كل السينما ودراستها. انما النهارده راح تقول الحمى يا ماما، واصبح النهارده تعليم البنات وتعليم الحموات وتعليمهم اشالوا جزء كبير جدا من هذه التسميه واختفت. وشخصيات ثانيه ظهرت هي شخصيه المقاتل البطل الجندي او الضابط اللي استشهد في الحرب او عبر الاحتلال، واحنا لنا آلاف ومئات الآلاف من الناس اللي استشهدوا في حروبنا مع إسرائيل. فدي شخصية جديدة ظهرت على وجه المجتمع. ده كتاب يعني كل كتاب يدور في هذا الإطار. وده أخذ مني جهد كبير جدا جدا عشان خاطر يطلع، وأرجو إن هو يبقى نور، لأن أنا تعبت يعني. ولو أنا يعني عملت تكلفة على حسابي يعني مش هقدر أقف في المسائل، يعني مش هقدر أقف المؤلفات. أنا حاليا بكتب رواية اسمها متلازمة حاليا، وهي تدور في عالم مختلف تماما ما بين الواقع والخيال. يعني هي ممكن يبقى شيء مختلف شوية عن الواقع. يعني. أما الثقافة الجماهيرية وهي يعني تركيز الثقافة الجماهيرية، وأنا كاتب في كتاب المسرح حياتي إن هي أم الاختراع، زي ما بقول حاجة أم الاختراع. يعني أذكر أنا والمرحوم حافظ أحمد حافظ والأستاذ محمد سالم المخرج القدير ربنا يديله الصحة، وإحنا الثلاثة أنشأنا حركة مسرح الثقافة الجماهيرية. أنشأناها وما كانش فيه حتى عربيات ممكن تدخل، فكنا على المؤاخذة نركب الدواب، نركب الحمير، وكنا بنركب العجلة، وساعات بيشيلونا عشان يعرفونا الحتة الأدنى، يعني عشان نوصل إن إحنا نكون فرق المسرحية في القرى والرجوع والكفور، وبالتالي عشان نخرج. وكان المدير بتاعت المسرح وقتها الفنان العظيم حمد بيس، كان هو أداة تفرقة كبيرة جدا، وكان قادر على إنه يفصل ما بين نفسه حمد بيس واحترافية المسرح وبين إنه يوجه. يعني كنا ساعات زميلي يقول له أنا عاوز 18 بروجيكتور. الثقافة الجماهيرية كلها ما كانتش ده 4-5 بروجيكتورات. فيقول له عاوزه ايه؟ هتعملوا ايه؟ نمط يا اخي، اعمل المسرح بالنهار، اعمله بكلوبات، وعملناه بالفوانيس وبالكلوبات بتاعت زمان. يعني الحاجه هي اللي دلتنا على هذا. تاني حاجه الخامات. عرفنا ان الخيش، والدكتوره عايزه تذكر هذا جيدا وهي مؤسسه، انه الخيش اذا جبناه وعملنا له طلاق بشكل مبهر جدا. وكان في مهندس ديكور اسمه ابراهيم وراح السعوديه ما شفناهوش بعدها، هو اول واحد عمل كان الخيش، وعمل لبس كامل للسلاطين، وعمل له الوان وعمل بتاع، كان شيء مبهر جدا. الحصير، اغصان الشجر، الاشياء دي كلها مكونات الطين، الكليم. تاني حاجه ان الناس الفلاحين هم اللي كانوا بيساعدونا. يعني احنا رحت في مكان وقلت انا هقدم العرض هنا، طلع واحد وقال لي لا، عرض مش هنا اساسا، ارجع الحته الفلانيه لانه الهواء بحري. الهواء بحري يعني انا ما عنديش امكانيه الصوت، فالهواء هيشيل الصوت ويوصله. قال لي تاني حاجه اللي خارج من الجامع هيبص يلقى العرض قدامه،
واللي جاي السوق يبقى العرض قدامه. هي الاستينوغرافيا اللي بنتكلم عنها يعني انك انت تاخد مفيش مسرح. ايوه. لا مش مسرح الجرم، يعني هو قبل مسرح الجرم ده بكتير يعني هو مسرح كان سعته، ويذكر الاستاذ يوسف انه كان فيه 15,000 متفرج في قريه اسمها مقتبس من اعمال التأهيلية. انا كنت بشتغل مع اليونسكو في الفتره دي، وعملنا عرض للتدريب، وكان فيه لا يقل عن 12 او 13 او 15,000 متفرج بيتفرجوا، وجايين بقى فوق الجرارات وفوق الحاجات وفوق الاسطح، الستات قاعده فوق وبتتزرق، وكان هذا يعني عرض. نعم تقريبا. نعم طب يعني انا بستأذن بس الحضور، يبقى الاسئله بعد ما يخلص الاستاذ عبد. لا هو الاقاليم اتغيرت فيها حاجات لصالح المساله. يعني العقد اللي كان بيتعثر، وهو الاستاذ يوسف عارف ويذكر هذا في تجربته مع الاستاذ احمد، انه انا ما كانش عندي ادوات توصيل للجمهور. ما عنديش وايرلس يعني. لا كان عنده وايرلس، ففي مليون واحد قاعد اوصل لهم الصوت. يعني كنا بنقعد ننتع او نجيب تليفونات وتعطل وتعمل الحاجات دي. يعني الاقاليم النهارده مش اتغيرت، الاقاليم محتاجه انها تشوف، والناس بتحب المسرح جدا في مصر وفي القرى وفي النجوع وفي اماكن لم تصل اليها يعني اطلاقا اي نوع من انواع الاستداره. احنا في القصير عرضنا في القصير، والديكور ما دخلش من باب السينما، فسيبنا الديكور بره ومسكنا العرض قدامنا. يعني هو في حاجات واحنا خارجين، وهو برضه الاستاذ لسه يذكر ان الناس كانت بتودعنا بالدموع، ويقولوا يعني ياخدوا مننا قسم ان احنا هنرجع تاني. يعني المسرح احنا بنبعد عن الناس، يعني بنبعد عن الناس لاسباب كثيره، يعني لا هيسمح المكان او الوقت كلها، انما احنا بنبعد عن الناس، احنا ما بنقربش منهم. احنا حاجزين نفسنا في حوالي 10-12 مسرح موجود في العاصمه، رغم ان العاصمه فيها مسارح وانا حصرها يمكن قد اللي في برودواي، بس ما بتشتغلش. مسارح غير مسارح الدوله، يعني الاداريين والمهندسين واتحاد العمال وكل الحاجات دي فيها مسارح. يعني جاي حاجه يجب ان لازم المسرح للكتل، مش الناس هتيجي، لانه الناس لما غيرت مش هيركب يعني مواصله ويجي عشان يدخل المسرح البالون، انما جاب لي احتكاك وامبابه والديفيد بتاع 3 مليون مواطن من التعشير عايزين حاجه يتفرجوا عليها. يعني السينما لهم احنا، وبعدين ممكن تعمل 1000 ليله عرض. يعني انا بتكلم عن الثقافه الجماهيريه، وانا قلت للاستاذه زمان كانت بنعمل 30 ليله عرض، النهارده بيعملوا 10 ليالي عروض فقط للفرق القوميه. فرقه اسكندريه القوميه المسرحيه بتعمل 10 عروض، كان زمان بتعمل 30. فرقه المنصوره القوميه زمان عملت 6 شهور عرض وفتحت شباك. انا في بورسعيد عملت عرض اليهود الثاني رغم صعوبته وبرغم ان هو مسرح تسجيلي ومسرحيتي 90 ليله عرض، وراح مسرح السامر وراح مهرجان بغداد دولي جنب البيت الفني. احنا بنبعد عن الجمهور، ما بنقربش. احنا عندنا حذر وخوف، وعندنا حته كمان زي ما الاستاذ يوسف قال، حته السبوبه. مع ان انا لو عملت مسرح على حسابي وتحملته وبعت تذاكر وعملت ممكن اجيب قد الحوافز دي 10 مرات.
يعني ايه ان انا اقف على خشبه في المسرح ونلم من بعض عشان ندفع الضريبه عشان العرض تتعمل؟ يعني ايه؟ يعني ده في خلل. ان انا مش ده بيحصل طبعا ده بيحصل طبعا ان احنا بالليل بالك والمخرج اول واحد بيلبس الحكايه دي، يعني اكتر بيلبس اكتر يعني. فبالليل، لكن لو انا وصلت للناس مظبوط وبصدق وبفن جميل وجيد جدا، ممكن يعني اسكندريه تعمل عروض جباره، بورسعيد طول السنه فيها عروض مسرحيه، طول السنه عروض خاصه. انما بيجي يوم ال10 عروض، اليوم بقى بتاع اللجنه، واللجنه ده بيبقى يوم جميل قوي، المسرح بيترش ويتنظف ويتوضب والترابيزات وازاز الميه، وتيجي اللجنه تمشي وبعد كده يقول لك ايه؟ ميت وندفنه. واحد الفلوس. يعني هذا هو ده الخلل الرهيب جدا في ان احنا يعني اذا كان هذه الندوه فيها بتدخل هذه المساحه الشجاعه عشان خاطر نتكلم بشجاعه، احنا بنتكلم بشجاعه، لان احنا بنتكلم بشجاعه. المسرح هو حاطط الصمت الوحيد ضد التطرف، مش التطرف بس والارهاب وضد التخلف وضد العادات الكثيره، وممكن يكون مسرح تربوي يعني يربي في التزام قيم، واللغه بتاعتنا اللي بتنهار قدامنا وبنسمع كلام له العجب، كلام انتوا بتسمعوه كله في الجامعه وفي الدكتور. يعني تسمع الكلام ده واغرب حاجه ان هو ممكن يبقى في الجامعه وفي الدكتور هذا الكلام. يعني فين اللغه بتاعتنا؟ الشوارع كلها، المحلات كلها اسامي اجنبيه. المفروض اللي يتقال محل لازم يكتب اسمه بالعربي وبالانجليزي او بالطلياني، انما احنا ما بقناش عرب، ما بقاش لنا لغه، مش عرب يعني القوميه العربيه. احنا ما بقناش كشعب مصري. يعني انا بمشي في شارع فيصل، شارع كبير جدا جدا جدا، ما بشوفش يافطه واحده مكتوب عليها باللغه العربيه. لا هو ما بقاش فيه هويه، يعني ما فيش هويه. لا ما فيش، ما هوش بحث. يعني البحث عن الهويه بانك انت تعمل فن جيد للناس وتوصله للناس، وانك انت ممكن امكانيات، حتى لو امكانيات تعذرت، امكانيات الدوله تعذرت في انها ممكن تقدر تصرف وتواجه هذه التكلفه. يعني في مشاريع، يعني في ننسى واحد يعني زميلنا اسمه السيد أنديل، وبابا يمكن حضراتكم تسمعوا عنه، مخرج، وطلب من كريسكي، ده كان وقتها هو مستشار النمسا، عاوز عربية قطر عشان يعمل فيها مسافر ليل بتاع صلاح الصابور. فبعدها كذا يوم جات له عربية قطر ويمشي جنبه عربية قطر، قال له أنا عاوز عربية قطر رديئة. قال له هي دي أكتر حاجة، وعاوز عربية بدرجة حاجة نظيفة أوي، يعني حاجة. يعني احنا عاوزين يعني ننهض انه هذه المهرجان، هذا المهرجان اللي بيسلط الضوء على حياه مسرح مصري في حاله يعني متقدسه جدا جدا، وخاصه مسرح الثقافه الجماهيريه. مسرح الثقافه الجماهيريه لما الارهاب اشتد كان في عرض بيعمله واحد مخرج اسمه عبد الرحمن الباجة، ضرب عليهم النار في اسيوط هناك، وجيروا وراحوا بتاعه، يعني محدش منهم مات، بس الفرقه ضرب عليها نار بغزاره في اسيوط في قريه القرى. بعد كده راح الاستاذ عادل امام عمل عرض هناك بتاعه موجود. يعني اذا المسرح ممكن يولي، ممكن يبقى ملهم باشياء كثيره جدا. ما بنقولش المسرح كله يبقى لازم تراجيديا، لكن ما يبقاش مسرح ممكن يبقى مسرح كوميدي. هو شكسبير وجنبه يعني مسرحيات الكوميدي، كتاب كوميدي ومؤلفين الكوميديا، بس يكون كويس. ما يبقاش مسرح 5 يقفوا في صف واحد ويقعدوا يسمعوا كلام ويقولوا عليه ده مسرح مصري. هو ده مسرح بس مش مسرح مصري. يعني هو استكشاف
يعني مش معموله كويس، حتى سكتشات ساعات قلبك كانت اضعف بكتير، لان كان فيها مدبول وفؤاد المهندس، وكان فيها ناس بيعملوا كاركتر يعني جميل ويبقى ملفت للنظر، واحنا سمعناهم واحنا صغيرين. لما المسرح يجب ان تقدم على الناس والناس تشوفه، ثم بعد كده يتصور ويتعرض بالجمهور، مش مسرح بلا جمهور. ده بالظبط يعني مش عارف، يعني واحد مؤلف ما عندوش قلم، دكتور ما عندوش أداة الفحص اللي موجودة، يعني سواء بداية من السماعة أو الأجهزة، يعني دي حاجة فيها خراب شديد جدا. النهارده لما في واحد يجي يكتب مسرحية بيقلد مسرح مصر في ذهنه، مش في ذهن محمد عاشور ولا محمود دياب ولا صلاح عبد الصبور، في ذهنه النموذج ده اللي هو كل ليله او كل 4 ساعات يكتب حاجه، 5 قاعدين يقولوا افيهات، ويعني ما نقولش انها ممكن بتضايقنا احنا، لكن هي بتقلل من الجمهور، بتقلل من حرارته. المسرح في بورسعيد عندنا بيدخل بنبقى واقفين على الباب، اللي داخل معاك لب طلع اللب، يشيل اللب ويشيل البتاع في السجاير، مفيش تدخين. المسرح قدس الأقداس موجود، والتاسعة نمرة 10 اللي هي الوصية اللي هي مهذبة، الدكتور أحمد عاملها مهذبة. أنا كنت بقول ما حدش يجيب عن البروفة إلا للموت الإكلينيكي شخصيا، يعني حد يجي يكشف قدامات، يعني لازم واحد يجي يقول الجزء المخ بس ده السبب اللي ما كانش يجي، وده ما كانش تقليد، لأنه كان بيجي. يعني كان فوزي شنودة هذا ممثل عظيم في بورسعيد مخرج، أخوه مات وراح دفنه ورحنا معاه الكنيسة، واحنا رحنا الطلوع لأننا الجنة في الطلوع. مراد منير كان بيعمل بطولة مسرحية الحصار والبركة، وكان في عنده مشاكل وخلع درسه وهو جاي يعمل طلوع، يخرج يعمل على جاي نزيف، ويخرج يروح يعمل أي حاجات إسعافات صغيرة كده ويرجع يكمل. دي كان مسرح. انما احنا شفنا بقى في مسائل حصل فيها تراخي، مش برسمه بقى بالامكانيات والمده والحاجات دي. نشوف مسرح كل واحد طالع ماسك كوبايه شاي في ايده وطالع على المسرح، والمسه بتاعته قاعده معاه، يعني ممكن يعملوا شويه حاجات تسهيلات وشويه حاجات كده وبتاع، والبروفه تبدا بالبركه. البروفه تبدا بالبركه. فطبعا ده بقى بيتقال من المسرح، وده انا شفت في مسرح الطبيعه راح مسرحيه اسمها سنوات الحب والموت، وبعدين دخلت لقيت ناس داخله ناس سودانيين داخلين خارجين، فالبروفه شغاله كتير جدا السودانيين. قلت احنا فين يعني، في الخرطوم ولا ايه؟ ايه الحكايه دي؟ لهم خطوط الميه وبيبيعوا بره يعني بيدخلوا نقطة الميه، وفي منهم بيدخلوا بقى مصريين، لما مصر بيدخل يريح شويه في التكليف، يعني ينام شويه كده بين الكراسي والحاجات دي. فدخل فين المفاتيح، قفلت الباب وقفلت الباب وحطيت المفاتيح في جيبي، مش هيتفتح الا بعد ساعه ونص، لمده ربع ساعه وبعدين ساعه ونص. مفيش شيء. جاء حد يعترض، فالحقيقه سهير مرشدي هناك كانت بطله قالت لهم ايه في ايه؟ هو المسرح كده، احنا اتعلمنا كده في المسرح القوي. فبصيت والناس داخله بفنيات وبتاع وشربات، يعني استاذ يوسف والله كانوا بيبيعوا قدام المصريين، وطبعا ينقوا المصريين يفصلوا معاهم. بس المسرح ما انضبطش، مش هنقول يعني يجب ان يكون انه الناس تعمل مصلحه بايديها وتتحلل كثيرا من اعباء واطهار
تكلفه زي ما قلت في واحد المرات احنا عندنا عباده اسمها عباده الخشب. احنا بنحب الخشب قوي. 5 متر خشب يتسرق منهم متر ونص خشب او 3 او 10 كيلو مسمار يروح منهم 4 كيلو مسمار. كمان كنا هنجيب ايه؟ البويه تتهدر وتيجي حاجات مكانها. يعني لازم لو فلوس انا هخاف عليها. لو انا دلوقتي هخاف على حاجه انا بجيبها بقلب. يعني عشان انا اعوذ بالله يعني في تمرين عندي خبره لان انا كنت مدير الفرقه النموذجيه في الثقافه الجمهوريه، فعارف بالظبط المسافات بتتكلف كام والبتاع بنزل اجيبها العتبه العربيه مش عارف منين كده بجيبها واتعامل. لازم المسرح يرتبط من القاعده ويرتبط بيبقى قمته التوقف الناس. احنا شفنا عروض حضراتكم شفتوا عروض في المهرجان التجريبي في التجارب الاولى. التجارب الاولى اللي هي كانت فعلا كان مسرح تجريبي باب واحد بيعمل عرض مجموعه بتاع العرض مسرحي من باب. لكن كل الجمال اللي في الدنيا شايفين وواحد عمل هاملت بكرسي من المرض بكرسي. يعني احنا لازم عندنا خيال نعتمد على خيالنا وعلى احساسنا الشعور. يعني انا كنت لسه بقول للاستاذه يعني انا بدور وببحث من البدايه وقال الاستاذ يوسف قبل الفرق وقبل التدريب المصري الورشه ان انا ابحث عن كيمياء الشعور عند الفنان او الفنانه. كيمياء الشعور مش عاوز درجه الشعور، كيمياء الشعور. يعني بحيث ان انا المتفرج هو قاعد بيشوفك اذا كنت انت كويس ولا لا. مش كويس بتتكلم على جنبه. واخد بالك؟ تسمح للمتفرج ان هو يقول لا الدور ده كان احسن من الدور ده. او الحاجات اللي مش مظبوطه. ده كنا بنجيب في اليهود كان امكانيه محدوده. فعشان نعمل بقى الانجليز ونعمل الامريكان ونعمل بتاع دي رحنا جبنا. يا ريت تكلم الناس بس عن الديكور في اليهود الثاني. وهذا الديكور مش عايز اقول فقير ماديا ولكنه الغني بصريا جدا. الموظف بشكل يعني هو موتيفات، ما كانش ديكور بالمعنى الجامد والخشب اللي بنقول عليه 10 متر خشب بيتسرق نصهم. الديكور كان بسيط جدا جدا. تتكلم الناس عن الديكور في اليهود الثاني. هو طبعا كان معانا مهندس ديكور عظيم اسمه مصطفى السيد. لكن هو يعني حظه او هو اختار انه يعني ما يعيش في القاهره يعني. لكن هو كان مع مرحوم حسين العزبي كانوا هم افزاز الثقافه الجماهيريه. يعني هم اصلا الثقافه الجماهيريه والدكتوره عايده. وكان يعني في اكثر مجموعه كانوا على قدر من البراعه الشديده. لما شفنا جينا نعمل يهود ده المسرح فاضي تماما لغايه الاخر لغايه العمق خالص. والحيطان هي كده فكانت الفتحه فتحناها فبقت رمل. شفنا بوابه القدس بوابه. ثم في حاجه المسيح القادم اللي هو الامريكي القادم بقى اللي هو جاي تسير في المنطقه. عملنا فلك حذاء يعني بيعده بتاع طول حوالي 4 امتار وحوالي عرضها مترين وطولها مترين ونص، حاجه مهوله يعني. وظهر جاء عليها المخلص الامريكي من فوق لابس ابيض ابيض وشيك وشكله حلو، وهو جاي يعمل الحكايه ويهندس المساله من جديد يعني. وفي الاخر ان هذه القياده الضخمه بتزحف على الفلسطينيين انها تدوس عليهم. يعني بتسحقهم زي الدبابات وهم بيصرخوا. الناس اللي كانت قاعده في الصفوف الاولى طلعت تيجي بسبب البتاع، خافت ان هذا الشيء هيروح علينا يعني هذا الشيء. وعملناه رغم انه لو كلف في وقت اخر مع حد تاني
بيكلف كتير، انما احنا كنا حريصين على تكليف كل يعني قطعه خشب او كل لمبه اضاءه، وكان مضاء بلمبات اضاءه كتير حواليه، بحيث ان كان يبان دايما تجون رؤيتي، كان دايما تجون الامريكي اللي عليه. ما قلتش بقى الراجل المأمن، لا ده الراجل الامريكي اللي شايفين جايبين فنان ممثل اسمه عبد الوهاب، شكله وسيم جدا وأمين ولابس لبس في غاية الفخامة، وحواليه بقى الناس اللي هم زي وزير الخارجية الحالي ده بتاع ترامب ده، شكله كده يعني، وبنات قاعدين على الهزازة فوق كده يعني جو ايه؟ يعني مش بنشتم، لا احنا بنقول ان هو جاي يعمل ايه؟ انا ما بنشتموش، انا بقول النظام ده جاي يعمل حاجه في المنطقه مختلفه تماما. يأكد اسرائيل باعتبارها ارخص عامله طائرات في العالم، يبقى هي دي موجوده او الولايه الجديده لهم، وانه يدوس مش على الشعب الفلسطيني لوحده، يدوس على الامه العربيه كلها، وانه الاوروبيين كلهم عاملين الاتحاد الاوروبي يعني يرعى مصالحهم. فيها بلاد فقيره جدا وفيها بلاد غنيه جدا، واحنا بلاد فقيره وبلاد غنيه، بس جاي ان احنا كلنا سوء، احنا مش قليلين، وعندنا حضاره وعندنا علم وعندنا خامات وعندنا كل حاجه. لما احنا نتجزأ ونتقطع كده يبقى هياخدونا واحد واحد ويخلصوا علينا. يعني هو ده كان يعني يكون بتفصيلته واللي وراه من افكار. هو الحقيقه كمان الديكور مش مجاني في اعمال عباس احمد، لا الديكور ومش مساله جماليات وبس، لا الديكور ايضا له وظيفه دراميه بشكل كبير، ده جزء من الرساله الكليه لعباس احمد في شغله. انا هستاذن الاستاذ تدرس يعني ممكن نمد السنه في الوقت بس يعني ولا؟ هو انا يعني اعتقد بنستخلص من الحديث الشيق اللي قاله الاستاذ عباس رقم 1 الالتزام، رقم 2 الالتزام، رقم 3 الالتزام الصارم في كل شيء، في مواعيد البروجرام، في الرساله التي يوجهها الفنان ويحملها بداخله، الهدف بتاع هذا الفنان في الحياه. فالحقيقه الالتزام في كل شيء سواء على المسرح او في حياته الخاصه، ده رقم 1. بالنسبه لطبيعه الممثل وطبيعه المسارح زي ما حضرتك كنت بتسالي، ما كانش في حاجه اسمها خدمات مسارح تقليديه. احنا كنا بنعرض، انا فاكر يعني الكلام ده بينطبق على شغل الاستاذ عباس، وانا عشت التجارب دي ايضا في مسرح الثقافه الجماهيريه. احنا كنا اي مكان واسع بنعمل فيه شغل، بنعمل فيه العرض المسرحي، سواء بقى برن، سواء نادي، سواء اي ساحه وكنا بنختار. يعني انا فاكر مع المخرج احمد اسماعيل كنا بنختار اي مكان واسع وفي حته عاليه تبقى هي دي الستيج او ده خشبه المسرح، وكان بيوقع فيه باتجاهات الرياح زي ما الراجل نصح الاستاذ عباس وقال له كده عشان اتجاه الريح. الممثل في هذا الوقت اشبه به الممثلين في التراجيديا اليونانيه، صوته من غير ميكروفون يوصل للجمهور وقدامه آلاف، 10,000 12,000 15,000. يعني الليله في مسرح الاقاليم تكفي الجمهور اللي بيحضرها، يكفي لملء مسارح العاصمه شهر كامل. الليله في مسرح الاقاليم الحقيقه. انا عايز بس الاستاذ عباس برضه يلقي الضوء بشكل مفصل عن رؤيته للممثل ورؤيته للتعامل مع الممثل، لانه هو صاحب مدرسه مبكره جدا في التعامل مع الممثل واعداد الممثل. اتفضل. يعني انا في حاجه هتتعمل في بورسعيد 3 يناير اسمه ملتقى عباس احمد المسرحي.
وده يعني عمليه استنهاض للمسرح في بورسعيد، لان احنا لقينا جزء كبير جدا بيتهرب نتيجه لاشياء كثيره جدا. فاحنا قلنا هذا الملتقى هو استنهاض المسرح، التدريب والورش والبحث عن المسجد والبحث عن التجارب والبحث عن الجمهور والبحث عن الكتب البشريه تروح لها. يعني كما حضراتكم تعلمون يعني كاسوفوال في كولومبيا، وهذه البلاد تعتبر اصعب مننا بكثير جدا. يعني كان بيعمل المسرحيه نصها والنص الثاني الجمهور هو اللي بيكمله في السوق، زي سوق الجمعه وسوق الكلام وسوق الحاجات دي. وفي مسرح الغرفه والجراج والسطح والحاجات دي كلها. فاحنا بصدد ان احنا نعمل ده في مسرح الملتقى، ان هو هيبقى ورشه وهيبقى يعني تكريمات وحاجات. منها 3 جنائز. منها ان انا اقول ايه؟ انه الورشه للممثل هي تجليات الروح والجسد معا. تجليات الروح والجسد معا. نحن لا نستطيع ان نفصل ما بين الجسد عند الممثل وما بين الروح. كنت بقول للاستاذه ان انا عمري ما اديت حاجه لممثل، لكني كنت بشهد جوه الممثل وبدخل جوه فتره طويله لغايه ما هو ينطق بالروح بالنبض بتاعه. يعني كان شائع زمان انه مثلا كان بيمثل فهو تعرف تمثل يعني خلينا في نسخه واحده. لا، احنا عايزين كل واحد بروحه وبشخصه، بس عن جواه. يعني ممثل عملي الباتشينو، ويمكن انتم بتقولوا ده وعارفينه، بعد كل دور بيروح يتعالج عشان المعالج يخرجه من الدور، يخرجه من الشخصيه، لان الشخصيه تتلبسه. يعني فاحنا عايزين نبحث في مساله ان تطوير الممثل الجديد، بحيث ان انا اقف امثل مفيش ولا ديكور، بس اعطي لكل الناس اللي ورايا 1000 ديكور، وان انا مش محتاج مكياج، وان انا ممكن يكون هذا هو مكياج. يعني العمليه هي بحث كبير، ممكن يعني هنصل الى حاجات، وممكن نتعثر في اشياء، لكن هو الملتقى ده بحث عن الممثل وعن تجليات الروح والجسد. انا طبعا زي ما الاستاذ يوسف يعني بيفتح لي الاشياء يعني بشهيه. يعني انا بستعين من الصوفيه ومن النيرفانا ومن اليوجا، بستعين منها اشياء كثيره جدا واليات كثيره جدا عشان ادخل العرض والممثل في هذه الروح، الجلال بتاع الشخصيه اللي كانت موجوده. يعني احنا شفنا واحنا صغيرين انا ومحمود ياسين وسيد قديم كنا ممثلين في بورسعيد، وكان جدا فرق المسرح الحر، كنا بنحس ان احنا صغار واقزام، لان كنا بنشوف شيء كبير جدا. وده اللي علمنا بدري، ده اللي اثر فينا بدري. انا برجع تاني بقول انه الممثل يعني لا يبقاش يعني ولا في حاجه جديده بتحصل في الثقافه الجماهيريه بتاعت ايه؟ نوادي المسرح. انا مش ضد نوادي المسرح، بس نوادي المسرح يعني ما يبقاش واحد عنده 50 سنه وداخل في مسابقه نوادي المسرح. يعني ازاي يعني تبقى حاجه يعني طلب الشباب الصغير اللي لسه ناشئ، ده اللي بعلمه، وده بعمله دورات ولا اديله فلوس ولا اديله حاجه. انا خرجته بالشريحه الاولانيه، خرجت حياته، وارجع تاني خرجه من نوادي المسرح. يعني خد 3000 جنيه، لا ما تاخدش 3000 جنيه، ادفع انت واعمل مسرحك وانا اقدمك يعني. لكن انت ما تاخدش واعلمك بقى على. وفي ناس على فكره في بورسعيد
قدراتهم الماديه ويشتغلوا في شركات ويشتغلوا اصحاب اعمال حره بيجيبوا فلوس كتير جدا. بس كان قرش الحكومه ده حلو قوي. مش عارف المرض ده. يعني هو بيقعد يعني عندنا بيقعد يجيب في جنة وبدل ازازه الميه كوبايه سيب الارض جنب اللي بنتفرج فيه. يعني هو بيسكت بيتعمل 3-4-5 مرات مش هتعودني بيحاسب بتاعه. اما القرش بتاع الحكومه ده قرش له طعم تاني. انا مش عارف ليه الوصفه السحريه دي ده. فاحنا بنقول انه نوادي المسرح اللي هي التكميله فيها بقى الشباب نطلعه صغير، لكن الاستاذ كيف يستحق لما بنشوف بقى واحد او واحده في سن محترفه ازاي تبقى نادي مسرح. دي مكانها تاني. نوادي المسرح هو الناس تفهم ايه المسرح. ما هو مسألة الاعتماد وأبوه مش شرطة بوظت الأقاليم كلها. بوظت الأقاليم كلها. وشفنا واحد يعني مخرج يعني بيقول المسرحية اللي هتشوفوها النهارده مسرحية تأليف الأستاذ البير كامل. ده مخرج. يعني مخرج في جسم الدولة وبياخد فلوس كتير وبيشتغل في رعاية الشباب وبتاع. البير كامل يعني سمسوخ الله يرحمه نظم على وش هو كان في الفترة الأستاذ عباس بيتكلم فيها الفترة الخصبة الأولى. حضراتكم تخش قصر الثقافة هتلاقي فيه 4 أو 5 هم القائمين على كل شيء في القصر. النهارده تخش قصر الثقافة بتلاقي فيه 200-300 واحد بيشتغلوا موظفين. كان قبل كده هم 5 بيقوموا بهذا العمل وبيقوموا بيه بكفاءة أكثر من 200-300 اللي موجودين معاهم. وده أثر بالتأكيد على حركة المسرح في الثقافة الجماهيرية وفي المسرح المختلف في العاصمة أيضا. أثر ده ذلك لما تشوف الجهات المنتجة للمسرح وعدد الموظفين اللي موجودين فيها وعلى القياس لعدد الفنانين. احنا عملنا إحصائية لقينا كل فنان بيخدم عليه 14 إداري. بيعملوا له إيه؟ يعني أنا مش عارف بيعملوا له إيه؟ يعني لما يبقى الممثل سواء أو الفنان عموما إذا كان ممثل أو مخرج أو مهندس ديكور أو موسيقي، كل ممثل أو كل فنان قصاده 14 إداري. ده رقم يعوض أي إنتاج مسرحي ويعوض أي تطور مسرحي الحقيقة. وده موجود في مسرح الثقافة الجماهيرية وموجود أيضا في مسرح العاصمة. احنا هنفتح برضه الباب الأسئلة لحضراتكم لو في حد عنده أسئلة للأستاذ عباس. اتفضل. دلوقتي يا أستاذ عباس احنا بالنسبة لنا كثقافة تركيبية أولا فن عطية في الهيئة بخصوص الثقافة حاليا في الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات. يعني أنا أعمل تخصصي كمصمم ديكور فن النشر. احنا لغاية عهد الأستاذ أحمد عبد الرازق أولية أو عهد تاني كانت هناك حالة مسرحية شديدة في الثقافة الجماهيرية. وأنا سافرت أقاليم وطلبت مهندسة ديكور في الوادي الجديد في مدينة اسمها موت الدخل. الخامات كانت متوفرة للمسرح ما كانش مجهز زي ما جاهز دلوقتي. كان في خبايا وكان على قد الحالي. ومهندس الديكور كان بياخد 1200 جنيه. أنا خدت 1200 جنيه بعد قسم الضرايب اللي هو 1000 ونص. بس كنا بنطلع شغل حلو. هل السؤال الذي يطرح نفسه الثقافة الجماهيرية منقسمة 3 حاجات. إعداد الكوادر الشابة. 2 ضربت بس على كلام سيدي اسماعيل الاداريين مهمين بس ما يكونش فيه روتين بيروقراطيه وسرقه. ده نطلع من جانب وجانب. 3 بالنسبه لنا عايزين معايير. احنا بنطالب من خلال مهرجان المسرح وغيره من المهرجانات مهمه معايير حقيقيه لتقييم المخرجين والممثلين ومهندسين الديكور وغيره حتى نصل لذلك. ده معلوماتي صراحه بلاقي وعي على جنب وكنت عامل امر على اداره مصر 15 نصيب لان كان عدد الموظفين عندكم كتير اكتر من فنانين. بس كان بيدير الاداره العامه للمسرح حلو. كانوا كل شغالين حلو جدا.
انا شايفه دلوقتي طالما في عدد الورود في الثقافه الجماهيريه مش تكون على مهم. عندنا مسارح بتكثر للدفاع المدني. ثلاثه الممثلين بيعتمدوا دايما على السكتشات التجاريه او غيره او نصوص ما بيرجعوش نصوص، واحنا بنحط دلوقتي ردود لينا على تجارب نوعيه حاجه دي لازم تبقى نوعيه، ما بنحطش فيها رجعوا النصوص القديمه زي توفيق الحكيم زي عمر مشهور زي غيره وغيره وغيره من الكتاب الكبار. فارجو الاجابه على السؤال. انا شفت مسرح السير وقعدت عليهم وصلت حضرتك خدت اكيد معلش انا اسف، يعني حضرتك تجسدي السؤال، ايه هو السؤال؟ المعايير الحقيقيه لتقييد مسرح الثقافه الجماهيريه، انتوا كان بيانكم كان وضع مختلف، دلوقتي خدت الوقت. تمام، شكرا حضرتك. هي فكرة القطاع العام أو البلد هي فكرة نبيلة وعظيمة جدا، يعني ما حدش يختلف عليها. ويعني وأنا اشتغلت يعني كلنا اشتغلنا في القطاع العام وهي تجربة نبيلة، لكن أصحابها يعني توفوا وجت جهات تانية خالص عليها، وكانت حتى لم تستكمل هذا الدور أو كانت مع أو ضد هذا الدور. يعني إذا هذه الفكرة كنت وصلنا لإيه؟ إنه المسرح عاوز دراسة جدوى. زي ما السدوسي لازم يبقى فيه دراسة جدوى للعملية المسرحية، لما يبقى فيه 14 واحد لكل فنان يبقى فيه خلل. أنا مش بقول إن الناس دي تتسرح ولا تتفصل ولا تعمل أي حاجة، لكن الناس دي يعاد تشغيلها توظف. أنا حاطط مثل صغير في بلاد يعني تحصل في بلاد أوروبية، مسارح بتتلقى إعانة سنوية دي تكفيها، وهم يشتغلوا بقى بهذه الإعانة ويعملوا بالسهل، يشتغلوا بالسهل. يعني أنا كممثل أو ممثلة، لو أنا في العرض ده ولازم أجيب إيراد أجل ولا كل الدنيا عشان أجيب إيراد عشان أحط في آخر اليوم بالظبط. يعني أستاذ عبد الغفار ده عمل تجربة رائدة إن هو أعطى المسوق بتاع التسويق، أعطى له صلاحيات إن هو ياخد نسبة عالية وفورا، يعني مش يستنى بقى لما الورق يلف لا 10% فورية وهو فبقى المسرح بقى فيه ناس، فاحنا لازم المسوق ده تسويق لازم يبقى عندنا اساس العمليه الموجود. انا شفت تجارب في الصعيد قريب عاملينها مجموعه هواه بنين وبنات وكلهم بنات صغيرين، كل واحده مخليه والدتها او والدها يشتري تذكره، فدفعوا ثمن إيجار المسرح وجابوا الحاجات بتاعتهم منه، جابوا إيراد. في واحد في بورسعيد مخرج اسمه محمد حسن يذكره الأستاذ كويس، ده بيعمل عروض مسرحية كوميدي وبيبيع وبيكسب كتير والعرض بيستمر. سيد زكي برضه بيعمل عروض للأطفال وبيكسب، يعني عروض الأطفال وبتاع مشروع بيكسب. إحنا ليه مخنا ندرس في هذه المسألة؟ يعني الثقافة الجماهيرية معرفش بقى من الأيام دي أو في أي وقت تاني، الثقافة الجماهيرية، وأنا أعتقد إن الدكتور يعني أحمد عواد يعني راجل مستنير في النقطة دي وعنده مرونة شديدة، إنه إيه اللي يحصل إحنا نجرب مرة. ما هو السلموني كان عمل نموذج إن الفرق القومية دي هتشتغل وتاخد حافز عالي إذا فتحت الشباك، وصول الثقافة فيها جمعيات تسمح إنها تاخد قرار. طب مين اللي موقف الحكاية دي؟ أنا مش عارف. إيه اللي موقف الحكاية دي؟ أنا مش عارف يعني أنا بقول، وأنا شخصيا يعني بقالي سنين طويلة لا بخرج ولا بحكم ولا بشوف عروض ولا بقرا ولا بعمل قراءة بصرية أي حاجة. يعني أنا مبعد ولله الحمد يعني في التعليم، إنما أنا بتكلم كمفكر. يعني لما بعوز أعمل مسرح بعمله، بعوز من دورات الشعب بروح أعملها في مكان
تكلفه من غير حاجه هم بيدفعوا وانا بدفع، واللي انا عاوز اعمله وباصل اليه النتائج دهيت بتطور عقلي. يعني انا في ورشه مدى الحياه. تمام. استاذ حضرتك دلوقتي عايز سعادتك في ان زي ما سمعت في المحور بتاع النهارده ان في تخوف من انه يندثر المسرح الشعبي، وانه الثقافه الجماهيريه هي اللي يكون مطروح فيها اسماء الكتاب اللي بيكتبوا هذا النوع من المسرح علشان يبقى في اعاده احياء لهذا النوع من المسرح. هل انت مع توظيف الفكره؟ مع انه يعني يعني انا سمعت بس مش عارف النهارده انه لو في الندوه اللي ان في تخوف من ان المسرح الشعبي يختفي بعد فتره، فماذا لو احنا خلينا الخطه بتاعت المسرح الثقافه الجماهيريه هو المهتم الاول والاخير بالنصوص المسرحيه اللي تنتمي الى هذا الاتجاه، مسرح الشعبي. فانا بسالك انت مع ولا ضد هذه الفكره؟ لا يعني انا طبعا انا معاه، وانه على فكره انا بس بفكر حضراتكم ان الثقافه الجماهيريه يعني حتى موجوده من قبل حتى وزاره الثقافه ما تنشا، وكان اسمها الجامعه الشعبيه. وكان مقصود لها اسم جميل الجامعه الشعبيه، لان ما دخلش الجامعه يدخل منها جامعه يتعلم تمثيل، يتعلم الحرف، يتعلم ثم بقت شيء كبير جدا جدا وضخم جدا ومهول ومؤثر. لكن التخوف من انه فعلا في خطر محدق به وفي انحصار شديد. وانا رايي انه احنا ما جيش نحن نبص على الخسائر اللي عندنا. الناس تعمل مسرحها بنفسها. في بورسعيد انا بتكلم عن بورسعيد بالتحديد طوال السنة 365 أو 66 يوم في عروض مسرحية طول السنة بيعملها مجموعة هواة، وأكثر من 100 فرقة بتشتغل، 4-5 يقعدوا مع بعض ويكونوا جروبات ويجيبوا من بعض الفلوس ويدفعوا أوضة المسرح أو تجارة أو تبرع ويعملوا. الناس هي المسرح اسمه المسرح الشعبي. الشعب هو اللي هيعمل المسرح. دلوقتي واحنا عايشين او ما احناش عايشين، الناس هي اللي هتعمل المسرح الشعبي. اللي انا مستغربه يعني استفيد يعني دقيقتين ان احنا شفنا الممثلين المحترفين يوسف وهبي بيك ازاي كان بيعيش، وهو كان بيعيش في المسرح الشعبي او من الشباك كذلك احنا شفناه، ولم تكن هناك تقنيات على الاطلاق. الدكتور عايده عارفه ان كان في مسرح اسمه سينما القدرات. المسرح لما دخلناه بعد كده دخلنا المسرح ده استعجبنا انه ازاي يوسف وهبي كان بيشتغل عليه. حاجه اسمها الاستعراض العظيم. عمل 17 وان اكتب ليه الستاره تتقفل وتتفتح ديكور جديد وملابس جديده ومكياج جديد وحاجه جديده في حته صغيره. وكان زمان المؤثر الموسيقي الاسطوانه، يعني الراجل بيحط الابره على الاسطوانه يجيب المؤثر الصوت. ازاي تعمل ده؟ ومع ذلك كان يبقى فيه غلط. هو ما كانش بياخد حاجه من حد، كان بياخد غلط عايش. نجيب الاحمد كان عايش في ده، علي كسار كان عايش في ده، وقبليه الفرق الثاني. فيجب انه يبقى في عمليه من الفنانين والفنانات ان هم يعملوا زي المسرح الحر. المسرح الحر المسرح الحر هو النموذج اللي بنتكلم عليه. مجموعه اللي طلعت من معهد الفنون المسرحيه وما تعينوش عملوا هم فرقه المسرح الحر، وهم كلهم بقوا النجوم وكلهم بقوا القاطره اللي تجر المسرح. يعني انا فاكر سنه 55 شفنا مسرحيه الناس اللي تحت للاستاذ نعمان عاشور، واول مره انا ومحمود ياسين وسام ليه نقعد في حاله
يعني عايزين ننتحر ازاي المسرح يطلع على مصر. كنا اول مره نشوف هذا النوع من المسرح وهذا النوع من التمثيل، واحنا بقينا نمشي وراهم، هم ما يعرفوناش واحنا صغيرين، فنمشي وراهم نسمع توفيق الدين يقول هنتعشى ايه النهارده زميلته، تقول له بيض وبتاع بيض وكل يوم بيض وبتاع، يعني احنا بنمشي نشم ريحه الناس دي وهم بيعملوا ايه. فالمسرح الشعبي وهو طلع مسرح الحر، وكان وقتها الامور اصعب من دلوقتي، والمسارح يعني ما فيهاش تقنيات زي دلوقتي يعني هذا هو النوع، لانه لو احنا قعدنا نقول نصلح دي هتاخد مننا وقت كبير جدا. يجب ان احنا نعمل، وانا ما اعتقدش ان هيبقى في اصلاح، ما اعتقدش، خلاص هي خلصت لغايه كده. هم كانوا 130 فرقه، دلوقتي بقى حوالي 25 فرقه بيشتغلوا بالبركه، واخد بالك؟ يعني فهو هيقلوا، ولغايه النهارده في ميزانيات ما راحتش للفرق، لغايه النهارده في ميزانيات ما وصلتش لغايه الفرق. فيعني علينا ان احنا المسرحيين ان احنا نبطل، لن نخسر صور القيود او الاغلال، ده على حد ايديولوجيتي يعني الشخصيه، لن نخسر صور القيود والاغلال، او نعمل بتاعه ونشوف. مثلا صغير انا عملت عرض اطفال ورحت بيه البطنيه، وعرضته في البطنيه في رمضان الساعه قبل المدفع ساعه، وكان في حته كبيره كده طلعوا عملنا، كان في تمثيل مجدي عبيد وعادل ناظر مجموعه محمد عبد الرازق لعرض الاطفال. العرض الاطفال كان له نهايه محدده. قبل النهايه ما تحصل نزلت قطعه مزيكا شويه فيها حركه، كل اطفال البطنيه طلعوا على المسرح وعملوا نهايه ثانيه، ودوروا الرقص والبتاع والحاجات دي وتحاول، كل الاطفال طلعوا هم عملوا نهايه ثانيه. يجب ان احنا نثق في الشعب، ان احنا نؤمن بان القضيه الشعبيه هي قضيه استمرارنا، يعني قضيه استمرارنا. يعني احنا ان انا اكون ممكن لو سمحت اتفضل يا دكتور. انا بحيي الاستاذ عباس احمد لانه رجعني لذكريات بعتز بيها جدا. وانا فاكره اول تجربه ليا في الثقافه الجماهيريه في اداره المسرح مع المخرج وجدي سالم، وكان شرط اساسي لاي عرض في الثقافه الجماهيريه انه يلف الاقاليم، يلف القرى، وليس مركزي بس يروح يعرض زي ما الاستاذ عباس ذكر للجنه التحكيم او اللجنه اللي هتجيز العرض. طبعا انا فوجئت بالرقم اللي قالته استاذه فتوى كبدايه لمصمم السيارات او مصمم الديكور. اول تعاقد يبقى 1500. انا اذكر اول تعاقد انا مضيت وكنت سعيده جدا، كان 200 جنيه صفصفوا على 180 اعتقد. الاستاذ عباس ذكرني كان اقل من كده مش فاكره يعني. وكنت بعمل ارسم بايدي البانوراما واطبقها واخدها تحت الراس كده، وابقى سعيده قوي ان انا هعرض في القريه الفلانيه والقريه العلانيه ده كان يعني انا كنت بسمي المخرج ومصمم الدكتور كان وقتها لسه مصطلح سينوغرافيا ما ظهرش، كان بيبقى كتيبه عمل، احنا رايحين نحارب يعني. وكنا بنبقى سعداء قوي ان احنا هنعرض للفلاحين. اذكر تجربه عادل العليمي الله يرحمه في البراجيل، وقد ايه كان الاهالي سعداء جدا هم قاعدين باطفالهم، ما فيش صوت يعني قطع يعني على الممثل، كل اللي يحترم هذا الفن. فالشغف ده والحب ده الصادق ده ايه اللي حصل؟ يعني انا بفاجئ دلوقتي ان مصمم الديكور بيقول قبل
قبل ما يبدع، قبل ما يتفق مع المخرج هيعمل ايه، انتوا هتدوني كام؟ فبقت المساله ايه ده؟ يعني شيء يحزن. مسرح الثقافه الجماليه له دور مهم جدا، دور تنويري، دور زي يعني انا طبعا بضم صوتي لكل اللي شاركوا دايما من امبارح والنهارده. مسرح الثقافه الجماليه هو المدافع الاول للمحافظه على الهويه المصريه. فاذا تخلينا عنه او اهتزت مركزه هتنهار هويه فعلا الهويه المصريه. شكرا جزيلا. بس انا عايزه اعقب على حاجه دكتوره عايده. القبض دوت كان من 7 سنين. كنت مسافر الوادي الجديد وقمت كمان على سن 3 ايام مش راجل دكتور. هما القبض اللي قبضوا بعد كده فتره لان هي كانوا سيستم النظام الحكومي، لكن حاليا بعد ما جه الصبحي السيد زود الميزانيه بتاع المهندس مصمم الديكور، وبقى اول تعاقد اي مصمم ديكور انا توقفت على العمل بقالي كام؟ من سنتين او 3 بقى 34 بس عشان مصمم الديكور ده اول تعاقد دلوقتي مش شغال جديد 4000 اول واحد في حياتي مع فنون مسرحيه او فنون تطبيقيه او اي فنون جميله 4000 شكرا. نعم شكرا استاذه فاطمه. تمام. بشكر حضراتكم، بس قبل ما اشكر حضراتكم لازم نشكر استاذنا العظيم الاستاذ عباس احمد، راغب المسرح المصري بحق، ايقونه من ايقونات المسرح المصري. شرف للمهرجان القومي للمسرح انه عباس احمد من المقربين هذا العام، ونتمنى له دائما دوام الصحه، ونتمنى له 100 عرض مسرحي يعني اخرين يخرجهم ان شاء الله في رحلته القادمه. الف شكر والى اللقاء. شكرا. شكرا لكم. احنا بكره